بزاف ديال الناس كيشوفوا باللي العطله هي واحد الفتره ديال الراحه والفياق معطل والتليفون والخروج النهار كامل، ولكن كيعجبني اللي كيشوفها من المنظور الاخر ديال انها فرصه اللي غادي تخليه يراجع فيها ويجيب نقاط زوينه في الفروض ديالو، وعارف باللي الا ما استغلهاش دابا من بعد غادي يندم ويقول واخا طرات عليا غير يومين من العطله نراجع فيها. وهذا الفيديو درتو باش نعطيك نصائح كيفاش تستغل العطله ديالك باش دوزها كيف ما خاصها تكون، باش ما تندمش في الاخر وتقول ضيعت العطله وعاد يجيك داك الندم. المهم بلا ما نطول عليك كمل الفيديو حتى الاخر حيت غادي نعطيك نصائح قصار وزوينين اللي غادي يعاونوك في هاد العطله. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت واحد الحاجه اللي غادي تعاونك بزاف باش تعرف اشنو باغي دير، وماشي ضروري دير شي خطه معقده اللي ما غاديش تقدر عليها. خذ غير ورقه وكتب شنو المواد اللي باغي تراجع وشنو الايام اللي غادي تخصص لكل ماده، حيت هذا الشيء كيف ما قلت لك غادي يعاونك تعرف اشنو باغي دير. حيت بلا خطه غتفيق في الصباح غادي تقعد تشوف كثرة الكتوبه والدروس وغادي تبقى تسالف، ويقدر يجيك داك الشيء ثقيل وغادي تولي كتاجل حتى لوقت اخر. وراه تنظيم الوقت ماشي هو دير بزاف ديال السوايع وتقرا بزاف حيت غادي تفشل من الاول، ولكن التنظيم هو دير داكشي انت اللي غادي تقدر عليه وغادي تقدر تلتزم به. ثاني حاجه هي راجع بذكاء وماشي بكثره. بزاف ديال التلاميذ كيبقاو يقراو مده طويله ولكن كيلقاو راسهم ما فهموا والو حيت ما كيخدموش العقل. السر ماشي في السوايع اللي كتقرا فيهم، السر في الطريقه باش كتقرا. احسن طريقه باش تقرا هي تقرا بذكاء. ركز على الدروس اللي مهمه، خدم الاسئله اللي كتحط بزاف وخدم على الاخطاء اللي درتي من قبل، وما تركزش على التفاصيل اللي نادرا فين كتحط. يعني خاصك تفهم الدروس اللي عندك وتخدم على امتحانات قدام باش تعرف راسك شنو خدمتي وما تكونش غير كتضيع وقتك وما كتستافد والو. ثالث حاجه نظم نعاسك وحافظ على صحتك. هاد النقطه مهمه بزاف حيت الاغلبيه ديالكم كيبقاو سهرانين حتى ل 3 ديال الصباح مع التليفون، وفي الصباح كيفيق معطل وكيقول لك ما عنديش الوقت. راه عادي ما يكونش عندك الوقت وانت ضيعتي نهار كامل غير في النعاس. هاد السيمانه حاول تقاد نعاسك، فيق كل نهار في نفس الوقت ونعس في نفس الوقت باش تدخل القرايه وانت منظم راسك. مثلا جرب تنعس مع 12 وتفيق مع 8 ولا 9 ودير فطورك وبدا نهارك وانت نشيط وتحرك شويه. ماشي ضروري تمشي لاصال وتهز الكيلويات، لا، انت غير خرجت تمشى شويه ولا دير شي تمارين غير في الدار. هاد الشيء غادي يخليك تحس براسك خفيف والمزاج ديالك تحسن بزاف. حيت راه ماشي مهم تقرا، المهم هو تكون قادر تقرا. النوم والصحه هما الاساس اللي غادي يخليو عقلك خدام 100%. رابع حاجه دير هدف صغير كل نهار. من بين الاسباب اللي كتخلي التلاميذ يضيعوا وقتهم هو انهم كيشوفوا داك الشيء كثير وكيدخلوا في داك الاحساس ديال واش غادي نقدر، ولكن السر راه بسيط. ما تبقاش تشوف الصوره كبيره، ديما ركز غير على اليوم. ركز على شي حاجه غادي ديرها اليوم وحققها مزيان، حيت ماشي مهم الحجم، المهم هو الاستمراريه، ومع الوقت غتكتشف بلي راك درتي بزاف. وهذه نقطه نفسيه مهمه. منين كتسالي الهدف ديالك في النهار كتجيك واحد الطاقه داخليه وكتموتيفا باش تقرا اكثر، وكتقول مع راسك كيف ما حققت الهدف ديال اليوم غنحقق حتى ديال غدا. وهكا بلا ما تحس كتولي منظم ومركز وتايق في راسك. دابا عرفتي كلشي وعندك سيمانه كامله وعارف شنو خاصك دير باش تدخل الفروض وانت واجد. السؤال الوحيد اللي باقي هو واش غادي دير الخطوات اللي قلناها ولا غادي تخلي هذا الاسبوع يدوز بحال اي عطله. غير فكر في هذه الفكره، نهار غادي تدخل الفرد وانت واجد غادي تحس براسك قوي مرتاح. اما الا خليتي هذا الاسبوع يدوز بلا فايده فغادي تكون العطله دازت ولكن الفرصه ضاعت. النجاح راه ما كيتخلقش في نهار واحد، النجاح كيتبنى في هاد اللحظات اللي الناس فيها مرتاحين وانت كتخدم على راسك في السكات. فراه خاصك تستغل هاد الاسبوع، خليه يكون البدايه ديال النسخه الجديده ديالك، النسخه اللي كتعتمد على الفعل وماشي غير الهضره. والى عجبك هاد الفيديو وعاونك تفهم شنو خاصك دير في هاد العطله دير لايك باش نوصل لاكبر عدد من الناس، وكتب في الكومنتيرات شنو غادي دير في هاد الاسبوع، واش غادي تبدل من اليوم ولا مازال كتفكر. وبارطاجيه مع صحابك اللي كيبغيو ينظموا وقتهم، يمكن غير فيديو صغير بحال هذا يبدل حياتهم. وباش ما تفلتش الفيديوهات الجايه تاكد انك درتي ابوني
وفعل الجرس حيت اللي جاي غيكون اقوى ان شاء الله.